ان خلص الفول انا مش مسؤول. فول السحور وصل. هنعمل النهارده الفول الكهرمان العجمية ده بكل الطرق وبطريقة مظبوطة جدا جدا وطريقة ناجحة، وهنشوف الصح ايه علشان يطلع بالطريقة دي. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناة ولايك ومتابعة وشير على صفحتي على الفيسبوك. ولأول مرة أشوف قناتي يعني اسمي سماع عمر. النهاردة هنعمل الفول بتاع السحور بطريقة بسيطة وجميلة، وشفت السوا بتاعه ازاي واللون الجميل الكهرمان الحلو ده. كل حاجة كله هنمشي مع بعض بالتفصيل. يلا أول حاجة معايا هنا نص كيلو من الفول البلدي. نقيته كويس جدا، أي حاجة وحشة فيه بترميه. بعد ما بتنقيه كويس جدا بغسله. هنغسله دلوقتي مع بعض. تغسليه كويس جدا. بعد ما بيتغسل بنقعه بقى 12 ساعة. المفروض ان انت تنقعيه 12 ساعة. شايفين؟ بغسله الاول، ابدأ اشطفه كده واغسله عشان لو في اي حاجة تنزل. اهم خطوة يا جماعة ان انت تنقعيه 12 ساعة. تمام. هحط عليه بعد ما غسل كده، هحط عليه مية واسيبه كده 12 ساعة. بعد ما يفوت 12 ساعة هنرجع ونشوف هنسويه ازاي. ادي يا جماعة بعد 12 ساعة شفت الحباية وصلت لايه. الحباية بتبدأ تكبر وبتزيد حجمها. تمام كده. بعد 12 ساعة هنعمل ايه؟ هنشوف الاضافات اللي هنحطها عليها. نص كوباية من العدس. تمام. نص كوباية من الجزر المبشور. تمام كده. هحط ليمونة مقطعاها 4 ارباع. بس كده، مش هحط اي اضافات تانية. تمام. هقلب المكونات دي كلها واخلطها مع بعض الاول. وفي اي دماسة او فوالة، شوف انت بتسموها ايه، دماسة فوالة، اي لو مش عندك، مش متوفرة عندك في بيتك، في حلة عادي حطيها في حلة على نار بوتاجاز. تمام. انا عندي دماسة او فوالة زي ما كل واحد بيسميها الاسم اللي هو عايزه. عندي واحدة. هحط بقى الفول بتاعي واحطها تستوي. وبتزوديها مية عادية خالص من الحنفية، مية باردة. لكن لما بيجي يستوي بقى ويشرب ميته وتحبي تزوديه وهو بيستوي، اوعي تزوديه مية ساقعة. ما تزودوش مية عادية علشان ما يجنزرش منك ويبقى ما يستويش. فيجي يحتاج مية وهو بيستوي لازم تزوديه مية سخنة. لكن دلوقتي عشان هو لسه بارد بنزوده مية باردة عادية خالص زي. تمام كده. هحطه على عين البوتاجاز. هعلي النار لحد اول ما يبدأ يقلب معانا. بتهدي النار خالص عليه وبتسيبيه يستوي، وكل ما يحتاج مية بتزوديه مية سخنة زي ما اتفقنا. شايفين عامل ازاي؟ تحفة جدا. شايفين اللون بتاعه والتسوية، كل حاجة مظبوطة معانا. وكان هو صراحة ربنا خد حوالي 3 ساعات على نار هادية. شايفين السوا بتاعه؟ شايفين اللون بتاعه؟ عجمية كهرمان. تحفة جدا، عامل زي الفول اللي بتشتريه من العربيات. كل تفاصيل الفول وهنعمله بكذا طريقة وكذا حاجة، بس هنعمل انتظروني في رمضان. هنعمله بكذا شكل وبكذا طريقة على السحور. متنسوش اللايك والاشتراك. سلام عليكم.